السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين البقلاوة المورقة دي وسهلة وبسيطة، وهتعملوها بمقادير يعني مش مقادير يعني يعتبر، بس هقول لكم بقى على ازاي تطلع مورقة كده معاكم. انا جبت لفة جلاش دي نص كيلو، وده 200 جرام من الكنافة وسوداني مجروش وجوز هند. ما حطيتش زبيب عشان لو نزل معاكم، لو خرج من الجلاش هيتحرق. هبتدي بقى اول حاجة ادي لون ذهبي كده للكنافة، ما تاخدش لون زيادة، يعني ما تاخدش لون قوي، لا تاخد لون بسيط كده اللي هو لون ذهبي. ابتدي اقلب كده لحد ما تاخد اللون. طبعا لو محتاجة سمنة تاني يحطوا لها يعني. قلبتها لحد ما اخدت لون، شايفين لون ذهبي كده بسيط. ابتدي احطه في بولة، وهجيب بقى السوداني المجروش وجوز الهند. عايزين بقى تزودوا مكسرات دي براحتكم، عايزين تعملوها كنافة بس ده براحتكم برضو، يعني شوفوا اللي انتوا بتحبوه واعملوه. سوداني مجروش. وهبتدي بقى اجيب معلقتين من السيرب. انا بعمل السيرب بعمله مثلا كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية وعصرة نص ليمون، ولو عندكم سكر جلوكوز حطوا. وبحط في الاخر كده اول ما قبل ما اطفي عليه بحط له فانيليا. انا عشان بعمل كمية فبخليها في التلاجة، بخليها جاهزة عندي. ابتدي اقلب كده. اللي بحط السيرب ليه عشان الحشوة تتمسك وتيجي لما تيجوا تحطوها في الجلاش تبقى معاكم متماسكة، ما تطلعش منه. يلا ابتدي بقى. جبت سمنة سيحتها، هبتدي بقى ايه الف. طبعا الجلاش يفضل ان هو يكون طازة، بس لو عندك بقى في الفريزر زي ما انا عملت يعني، لو عندك في الفريزر عادي طلعيه ياخد حرارته الغرفة، وبعد كده ابتدي الف بيه. هبتدي الف 3 ورقات فوق بعض. تأكد ان الورقة سليمة مش مقطعة معاكي. اهو بعد ما فردتها هبتدي بقى انزل اجيب السمنة وادهن. لازم ادهن السمنة كويس كده على ورقة الجلاش. هعمل 3 ورقات بين كل ورقة وورقة لازم تدهني كويس، تدهني السمنة كويس عشان حتى في الاطراف ما تنشفش معاكي في الفرن. نجيب الورقة التانية، لازم تسووها كويس كده فوق بعض. شوفوا ميزة ان هو لما بيكون طازة الجلاش ما بيكونش فيه جلاش مقطع كده زي اللي بيتحط في الفريزر. فلو مش قدامنا غيره يعني خلاص هنعرف نظبطه ان شاء الله. لو مش متوفر مثلا جنبك غيره فاعمليه كده كده ان شاء الله. في رمضان هتعمليه طازة بقى اول باول. الجلاش بيكون كتير والكنافة والقطايف. كل سنة وانتم طيبين. ابتدي بقى احط الورقة التانية. بصوا بظبط الورقة على بعض عشان لما اجي الف ما فيش ورقة تكون يعني طالعة بره عن التانية. هجيب الورقة التالتة. طبعا في كذا طريقة للف الجلاش، بس دي طبعا دي بقلاوة الجلاش. في كذا لفة ان شاء الله نبقى نعملها مع بعض بإذن الله.
ياريت يا جماعة بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة اهو. بصوا بدهن الطبقة التالتة برضو، وهبتدي بعد كده احط الحشو. انا بخلي مسافة اول الجلاش هوريهولكم كده، وببتدي بعد كده احط الحشو وبسويهم وبسيبهمش كتلة على بعض اهو. بصوا سبت مسافة في الاول اهو، بسويها كده، بسوي الحشوة، ما بخليهاش كلها فوق بعض، لا بسويها اهو اهو. بص بسويها بظهر المعلقة ازاي، بحيث انهم ما يكونش فيه كتلة فوق بعض اهي، بظهر المعلقة وبسويه. هبتدي الف بقى عشان مش عاوزة الطبقة كلها فوق بعض، بلف طبقة اللي هو رفيع جدا، شايف زي ما انتوا شفتوا. انا باخد اللفة كلها، باخد الحشوة كلها في لما باجي اطبق الحشوة ما بطبقهاش في بعض، ما بلفهاش رول، لا شايفين انتوا زي ما انتوا شايفين معايا. هجيب بقى بدهن سمنة برضو على الوش عشان ما ينشفش لحد ما اخلص اعمل الصينية، اعمل اللفة التانية. ابتدي بقى اجيب ورقة زي ما انتوا شفتوا، وانا بقول لكم بقى على الطريقة عشان تثبت معاكم، يعني انتوا بتيجي تلفوا. بدهن كده طبقة السمنة كويس على الجلاش. هجيب ورقة تانية واسويهم مع بعض. واسوي كده اللفتين مع بعض كويس، الورقتين فوق بعض. بعد ما بدهنهم بظبطهم كويس. هبتدي ادهن بقى طبقة السمنة، وهجيب الورقة التالتة، ولازم تجيبوا فوطة لازم تحطوها على الورق عشان ما ينشفش معاكي. هطلع الورقة دي، بعد كده هحط فوطة بقى عشان يفضل معاكي طري وطازة كده وما ينشفش اهو. بصوا سويت برضو زي ما انتوا شفتوا طبقة الحشوة في الاول، بسويها بظهر المعلقة وباخدها كلها بطبقها، يعني باخد الحشوة كلها في بطبق عليها، مش بعملها طبقة سميكة اهي. بعد ما بلفها احطها في صينية، لازم تجيبي بقى صينية في نفس طول الصينية، وابتدي ادهن بقى السمنة على الوش. هتشوفوا بقى ازاي دلوقتي هقطعها. ولما بقطعها انا بحطها على نار هادية في الفرن. النار الهادية ميزتها ان هي هتخلي الجلاش يورق معاكي، وهتشوفوا ازاي هقطعها دلوقتي. طبعا هدهن سمنة من فوق، السمنة برضو لما تدخل في مكان التقطيع هتخليها تورق معاكي اكتر. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة، يعني انا مش هصور مصورتش غير معاكم اللي لفيتهم دول بس. انا هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة، ولو ما عندكيش صواني زي كده ممكن تعمليها وتقطعيها قبل ما تحطي في الصينية. هتشوفوا معايا كمان انا عندي صواني مدورة، هتشوفوا انا عملت فيها ازاي، قطعتها قبل ما احطها في الصينية. لازم الصينية تكون مدهونة سمنة كويس، وهندهن سمنة من فوق. فالسمنة ميزته ان هو بيخلي الجلاش يورق معاكي، بيخلي البقلاوة سموها بقلاوة، سموها جلاش، بس هي هيخليه يورق معاكي. شوفوا انا هدهن السمنة ازاي، بدهنه كويس في الفتحات دي. ولازم يبقى على نار هادية يا جماعة في الفرن. النار الهادية بتخليه يورق وهتخليه ينفخ معاكي.
عملت الكمية. بصوا انا عشان الصواني المدورة التانية قطعتها قبل ما احطها في الصينية. بعد ما لفيتها زي ما انتوا شفتوا معايا قطعتها قبل ما احطها، وبعد كده دهنت على وشها سمنة. لازم اخليها على نار هادية خالص عشان يطلع معاكم مورق زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. هوريكم دلوقتي برضو اهي. شايفين بقى ورق ازاي؟ هبتدي بقى يعني بصوا مش هغرقها شربات كتير، حاجة بسيطة كده. ده اللي هيخلي كمان وهيخلي طعمها جميل خالص. مش هيخليها كده اللي هو هيخليها متماسكة. رشة السيرب كده على الوش هيخليها متماسكة. مش بنزلها كلها في الشربات، لا انا بخلي زي ما انتوا شايفين بالمعلقة كده برش على الوش. في كل كمية هعمل زي كده. شايفين الكمية دي كلها؟ على فكرة كمان اخدت الكمية دي كلها، ما عملتهاش بلفة الجلاش نص كيلو، لا دي عملتها اقل كمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وعجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان تلاقوا ان شاء الله فيديوهات تانية. وكل سنة وانتم طيبين. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشتركوا في القناة بقى واعملوا لايك يا جماعة، والله اللايك مش بفلوس. يلا والقاكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم.